السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض البدنجان المخلل. انا هعمله معاكم بطريقتين، المسلوق والمقلي. دلوقتي ده احنا جايبينه عشان هنسلقه، بيبقى بالرفيع بالشكل ده ومش بنفتحه في الاول. ده كيلو وده كيلو. حوالي 4 فلفلات اخضر مقطعين بالشكل ده، معلقتين كبار توم، معلقتين كبار شطه اللي هي الهريسه، معلقه كبيره ملح، ليمونتين، معلقه نعناع اخضر مفروم كده، الاوراق بتاعت النعناع فقط مش العروق، ربع كوبايه خل، 3 معالق كبار زيت زيتون، وهقول لكم ليه في الاخر. طبعا اللي هو احنا هنحمره بنفتحه بالطريقه دي لانه كبير، وحتى لو صغير لازم تفتحيه مادام هتحمريه عشان ما يفرقعش منك. بالطريقه دي هنفتحه، والشطه كمان اللي هنحمرها معاه بنفتحها. اما المسلوق ما بنفتحهوش، بنحطه في ميه بتغلي بالشكل ده. هناخدهم على النار كده، اللي احنا هنسلقه طبعا حطينا ميه بتغلي على النار بالشكل ده، وهننزله لحد ما يتسلق معانا كويس. طبعا اللي هنحمره احنا حاطين معلقه زيت واحده في الطاسه، وهنحط كده وهنقلبه كل شويه على الجنب ده والجنب ده لحد ما يضطر معاكم، لحد ما تتكي عليها كده تلاقيها اتطرت معاكم بالشكل ده. وهحمرهم واسلق البتنجان المسلوق وارجع لكم. وده البتنجان يا حبايبي بعد ما سلقناه بالشكل ده. طبعا لا تسيبيه لما ينهري منك جامد ولا يبقى لسه ناشف بالطريقه دي كده. وادي البتنجان اللي احنا حمرناه برده بالطريقه ديت. وهنيجي هنا نقلب الخلطه بتاعتنا كلها مع بعضيها. طبعا ده الفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه، معلقه طبعا كبيره ملح، لو عايزه تعرفي كميه الملح كبيره جدا بالشكل ده، لان الشطه اللي هي الهريسه عليها ملح والثوم عليه ملح، ومعلقه النعناع. هنحط كل الكميه دي على بعضها كده، وهنحط الخل وعصير الليمون. بعد ما عصرنا عليهم الليمونتين كده هنقلبهم كده مع بعض. بعد ما قلبنا كل الكميه كده حبايبي بالطريقه دي، هنقسمها نصين. دي كده هنسيبها للبتنجان اللي احنا قالينه، ودي هنحط عليها زيت الزيتون للبتنجان اللي احنا سلقينه. احنا مش هنحط زيت زيتون للبتنجان اللي احنا محمرينه، لان احنا محمرينه عليه زيت خلاص كفايه. بس كده هنقلب بالطريقه دي كده، وهنجيب البتنجان. طبعا احنا ما فتحناهوش، احنا عشان لو فتحتيه هيسمر منك وهيشرب ميه منك كتير. هنفتحه كده وما نوصلش للاخر بالطريقه دي كده، وهنحشيه ونحطه كده. الطريقه دي كده، وهكمل كل الكميه كده وارجع لكم تاني. ده البتنجان المسلوق يا حبايبي بعد ما حشيناه كله بالكميه دي كلها كده. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نحشي البتنجان المسلوق. طبعا احنا كنا مفتحينه قبل ما نغليه. هنحشيه كده بالطريقه دي كده. هنخلص برده كل الكميه وارجع لكم تاني. وده البتنجان المقلي بعد ما حشيناه بالشكل ده. طبعا تقدري تاكلي منه دلوقتي فورا، ودلوقتي ممكن تحطيه في علبه في التلاجة يقعد معاكي شهر. وده البتنجان المسلوق احنا حشيناه بالشكل ده برده نفس الحكايه، ممكن تاكلي منه دلوقتي وممكن تحطيه في علبه يقعد معاكي شهر.
وده الشطه اللي احنا برضو قالينها معاه بالطريقه ديت. ودي طريقتي انا في عمايل البتنجان المقلي. طبعا انا ما بحطش كمون او اي حاجه تانية لان دي بتغير لونه وبتغير طعمه. جربوا على طريقه ام احمد، وبشكر كل واحده جربت الوصفات بتاعتي وطلعت ناجحه معاها، ويا رب تجربوا وصفاتي. وبشكركم كلكم، وكل سنه وانتم طيبين. ممكن تعملوه لرمضان، دي مقبلات حلوه جدا وسهله وسريعه التحضير. والسلام عليكم، ولايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وباي باي.